بتبدأ الحكاية مع واحدة اسمها إيودورا واللي بتشتغل خياطة وبتكون في الوقت ده شغالة في بيت واحد من أغنى الناس في مدينة نيو أورلاندز، وبتفضل تتكلم مع بنته تشارلوت وبنتها تيانا وبتحكي لهم عن قصة الأمير اللي اتحول لضفدع وفي بنت لقيته ولما بسته اتحول لبشر وطلع أمير واتجوزها. وتشارلوت وقتها بتتحمس للقصة وبتقول إنها مستعدة تبوس ضفدع لو كان أمير علشان يتجوزها ويعيشها في مكان غالي وفخم، لكن تيانا بتقول إن عمرها ما هتعمل كده مهما كان لأنها هتقرف جدا تبوس الضفدع. وفي الوقت ده بيجي بابا تشارلوت وبيشكر إيودورا وبيقول عليها أحسن خياطة في المدينة كلها وبيطلب منها إنها تفصل فستان جديد لتشارلوت، وهي بتوعده إنها هتعمل كده لكنها بتطلب من تيانا إنهم يمشوا دلوقتي علشان أكيد باباها رجع من الشغل وبيدور عليها. وفعلا بيروحوا هما الاتنين على البيت وبتفضل تيانا تساعد باباها في الأكل وهو بيقولها تحط ايه على ايه علشان المكونات كلها تبقى متناسقة مع بعض وجميلة. وبعد شوية بيدوقوا الأكل وبيكونوا معجبين بيه جدا وبيقرر باباها انه ينادي على كل الجيران علشان يجوا ياكلوا معاهم ويستمتعوا بأكلهم. وبعد ما بيمشوا بيفضل يقول انه بيحب يعزم الناس على الأكل لأن دي حاجة بتحسسه بالعطاء وحب الناس. وبيفضل يتخيل مع تيانا لما يفتح المطعم بتاعه ان في ناس كتير ومهمين هيجوا ياكلوا من عنده، وهي بتقوله انها اكيد هتساعده في المطعم ده، فبيقول لها طبعا هتساعديني وهنسميه مطعم تيانا. وبتعدي سنين من وقتها وبنشوف ان بابا تيانا مات ودلوقتي هي بتشتغل جرسونة في مطعم وبتحوش الفلوس علشان تفتح مطعمها الخاص زي ما باباها كان بيحلم. وبتفضل تتكلم مع صورته وتقوله انها قربت تخلص تحويش وهيحققوا حلمهم قريب. وبنشوفها وهي شغالة في المطعم وبتتفاجئ بالسيد لابوف بابا تشارلوت وهو داخل المطعم، فبتروح تيانا تبارك له انه كسب لقب ملك المهرجان، فبيضحك وبيقول لها ان دي السنة الخامسة على التوالي وبيشكرها. وفي الوقت ده بتيجي تشارلوت وبتكون متحمسة جدا وبتقول لتيانا ان الامير نافين امير مالدونيا جاي عندهم نيو اورلاندز وكمان باباها عزمه في الحفلة اللي عاملها عنده النهاردة بالليل علشان يكون ضيف شرف. وتشارلوت بتكون متحمسة جدا لأن الأمير أكيد هيعجب بيها ويتجوزها وساعتها هتحقق حلم حياتها. وبتقول لتيانا إنها عازماها تيجي النهاردة وتعمل الفطير السخن بالسكر بتاعها علشان يقدموه للضيوف وبتديها فلوس كتير جدا. وساعتها تيانا بتكون مش مصدقة نفسها لأن الفلوس دي على اللي معاها هتساعدها إنها تشتري المطعم اللي نفسها فيه من زمان. وفعلا على طول بتروح على هناك هي ومامتها وبيتفرجوا على المكان وهو فاضي وبيفضلوا يفتكروا في باباها. وبتقول تيانا إنها أخيرا هتحقق حلمه وهتفتح المطعم اللي كان نفسه فيه. وفي نفس الوقت ده بنشوف الأمير نافين لما بيوصل وبيكون معاه المساعد بتاعه لورنس وبيفضل الأمير يغني ويرقص في وسط المدينة لأنه بيحب الموسيقى والرقص جدا. وبعد ما بيخلص بيجيله واحد اسمه الدكتور فاسيلير وبيديله الكارت بتاعه وبيقوله إنه هيقدر يقراله الكف ويعرف له المستقبل مخبيله إيه ويعرفه كل حاجة نفسه يعرفها. وساعتها بينبهر نافين جدا وبيقول إنه موافق يروح معاه، لكن لورنس بيفضل يحذره لأنهم ما يعرفوش مين الراجل ده، وكمان بيقول لنافين إن مفيش عندهم وقت ولازم يجهزوا علشان الحفلة، لكن نافين بيصمم إنه يروح معاه. وفعلا بيروحوا هما الاتنين وساعتها بيعرفهم الدكتور فاسيلير إنه بيقدر يتواصل مع أشباح الليل وهيطلب منهم المساعدة، وبياخد نقطة دم من إيد نافين علشان يعمل بيها تعويذة سحرية. وبيفضل يتكلم مع لورنس ويقوله إنه هيغير حياته كلها للأحسن. وبعد شوية بنروح للحفلة وبنشوف تشارلوت وهي لابسة ومستعدة للحفلة واستقبال الأمير، لكن المشكلة إن الأمير بيتأخر وده بيخليها تتوتر وتخاف إنه ما يجيش ويبقى شكلها وحش قدام الناس كلها. بس بعد شوية بيجي الأمير وبيبدأ يرقص معاها وبتكون فرحانة جدا. وبنشوف تيانا وهي في الحفلة وواقفة عند البوفيه وبتعمل المخبوزات بتاعتها، وبيجي أصحاب المحل اللي هي هتأجره علشان تفتح مطعمها وبيعتذروا لها وبيقولوا لها إن جالهم سعر أعلى من اللي هي هتدفعه، فبتقول لهم إنها جمعت الفلوس دي بالعافية وبقالها كتير بتحوش فيها. وساعتها بتصعب عليهم وبيقرروا إنهم يساعدوها، فبيقولوا لها إن معاها لحد
بكرة بس، ولو ما دفعتش الفلوس هيدوا المطعم للي عرض عليهم السعر الأعلى. لكن بعد ما بيمشوا بتزعل تيانا جدا وبتروح على الأوضة بتاعت تشارلوت علشان تقعد فيها لوحدها شوية، وساعتها بتيجي تشارلوت وبتشوفها وبتفضل تقول لها إنها فرحانة جدا لأن الأمير أعجب بيها، وبتقول لتيانا إنها هتديها فستان من عندها علشان يبقى شكلها حلو في الحفلة، وفعلا بتعمل كده وبتديها فستان وبتنزل. لكن تيانا بتفضل قافلة على نفسها وبتعيط لحد ما فجأة بيظهر قدامها ضفدع وبتتفاجئ إنه بيتكلم، وطبعا أول ما بتشوفه بتخاف منه وبتجري بسرعة، لكنه بينادي عليها وبيعرفها إنه الأمير نافين، فبتقوله إن الأمير بيرقص مع تشارلوت تحت، فبيرد عليها وبيقول لها ان اللي تحت ده حد متنكر في شكله، لكنه في الحقيقة اتعرض للعنة من واحد اسمه الدكتور فاسيلير، وبيفضل يقول لها على قصة الأمير الضفدع والبنت، وبيقول لها تبوسه وساعتها هيتحول لأمير تاني واللعنة هتتفك. فبتقوله انها مستحيل تعمل كده، بس نافين بيفضل يتحايل عليها وبيقول لها انه عايز يرجع بشر تاني وينتقم من اللي عمله فيه كده، وساعتها بتتعاطف معاه وبتقرر انها تبوسه. بس المشكلة انها لما بتعمل كده بتتفاجئ ان اللعنة ما تفكتش ولا حاجة، وان اللعنة صابتها هي كمان وتحولت لضفدعة، وبتفضل تتخانق معاه وتقوله انت السبب وانت اللي حولتني لضفدعة، وبيفضلوا يجروا ورا بعض لحد ما بينزلوا الحفلة تحت، وساعتها الحفلة بتتقلب والناس كلها بيكونوا خايفين منهم وعايزين يخلصوا عليهم، لكنهم بيقدروا يهربوا في الآخر. وفي الوقت ده بنشوف الدكتور فاسيلير وهو بيتخانق مع نافين المزيف، واللي بنعرف انه لورانس بس لابس سلسلة فيها نقطة الدم اللي اتاخدت من ايد نافين، وهي السبب انها تحوله لشكل نافين بالظبط. وفاسيلير بيفضل يقوله انهم لو ملقوش نافين في اسرع وقت يبقى كل اللي بيعملوه ده فشل، وبيقول له ان هدفهم انه يتجوز تشارلوت وياخدوا الفلوس بتاعه باباها كلها ويحكموا هم المدينة دي. ومن الناحية التانية بنشوف نافين وتيانا وهم لسه بيتخانقوا مع بعض، وكل واحد فيهم بيقول للتاني انت السبب، لكن تيانا بتسأله انا السبب في ايه؟ فبيقول لها المفروض ان لو اميرة بست الضفدع يبقى اللعنة تتفك، فبتقول له مين قالك اني اميرة؟ فبيقول لها لبسك شكله زي الاميرات، لكنها بتعرفه انها جرسونة وكانت واخدة اللبس ده من صاحبتها، فبيتريق عليها وبيقول لها انه اتخدع فيها. لكن المشكلة انه وهم بيتكلموا بيتفاجئوا ان في طائر بيهجم عليهم، ولما بيجروا منه وبيهربوا بيتفاجئوا انهم في بحيرة تماسيح وكلهم عايزين ياكلوهم، فبيفضلوا يجروا ويهربوا منهم لحد ما بيدخلوا جوه شجرة وبيستخبوا لحد الصبح. وتاني يوم بيقرروا انهم يروحوا على مدينة نيو أورلينز مرة تانية علشان يدوروا على حل للعنة بتاعتهم دي، وبيمشوا في المية وبتكون تيانا هي اللي بتجدف في المية لوحدها، ونافين عمال يعزف موسيقى لحد ما بيتفاجئوا بتمساح بيقرب منهم، وطبعا بيخافوا انه ياكلهم، لكنه بيكون جاي علشان يعزف معاهم، وبيقول لهم انه اسمه لويس وانه بيحب يعزف موسيقى الجاز جدا، بس المشكلة ان كل اللي بيعزفوا بشر، واول ما بيشوفوه بيخافوا منه، وده بيخليه مش عارف يعزف ولا ياخد راحته. فبيقول له نافين انه ممكن يجي معاهم على المدينة، وهو لما يرجع بشر تاني هيخليه يعزف براحته لانه امير. وطبعا لويس في الاول مش بيصدق وبيفضل يضحك عليه، لكنه في الاخر بيصدقهم، وبيقول لهم ان الحل الوحيد ليهم انهم يروحوا لماما اودي، ودي ساحرة قوية جدا عايشة في الغابة وهتقدر تساعدهم، بس بيرفض يروح معاهم لان الطريق بعيد وخطر. بس نافين بيفضل يقوله يجي معاهم وماما اودي هتحوله لبشر وساعتها هيقدر يعزف براحته، وطبعا لويس ما بيصدق وبيوافق انه يروح معاهم، وبيبدأوا هما التلاتة رحلتهم في المستنقع على طول. ومن الناحية التانية بنشوف لورانس وهو متنكر في شكل نافين وبيكون قاعد بياكل مع تشارلوت لوحدهم، وبيعرض عليها انه يتجوزها وتبقى أميرة، وطبعا بتوافق وبتطير من الفرحة. بس المشكلة انه بيشوف ان مفعول السلسلة اللي لابسها بدأ يروح، وده بيخلي شكله يبدأ يرجع طبيعي مرة تانية، فبيفضل يستخبى وهو بيتكلم علشان
تشارلوت ما تشوفهوش، لحد ما تشارلوت بتجري وبتسيبه علشان تروح تقول لباباها وتفرحه، وهو على طول بيجري على الدكتور فاسيلير وبيقوله على اللي حصل. والدكتور فاسيلير بيقوله ان كده مفيش حل غير انه يطلب المساعدة من اشباح الليل، وفعلا بيروح يعمل معاهم صفقة وبيكونوا رافضين لانهم ساعدوه قبل كده كتير، لكنه بيوعدهم ان ده اخر طلب وهو بس محتاجهم يجيبوله نافين علشان ياخد منه نقطة دم كمان ويخلي لورنس متنكر لحد ما يتجوز تشارلوت. بعدها بنروح على نافين وتيانا ولويس وهم لسه في المية وبيقابلوا حشرة مضيئة اسمه ريموند، بس بيقول لهم ينادوه براي. هو بيسألهم رايحين فين، ولما بيعرف انهم رايحين عند ماما أودي بيعرفهم انهم كده ماشيين غلط وبيقرر يساعدهم هو وكل الحشرات المضيئة أصحابه وعيلته. وبعد شوية بنشوف صيادين في المية جايين يصطادوا ضفادع وبيقدروا انهم يقبضوا على نافين، بس راي وتيانا بيساعدوه، لكن المشكلة ان تيانا هي اللي بيتقبض عليها، وده بيخلي نافين يقول ان هو اللي مش هيتخلى عنها المرة دي وبيساعدها. والصيادين لما بيلاقوا ان الاتنين بيتكلموا بيخافوا جدا وبيقولوا ان اكيد الضفادع مش بتتكلم وبيجروا بسرعة يهربوا. وبسبب الموقف ده بتبدأ تيانا تعجب بنافين لانه مرضيش يتخلى عنها ويهرب لوحده. بعدها بيروحوا يقعدوا في مكان وبتبدأ تيانا تعمل اكل وبتطلب من نافين يساعدها ويقطع المشروم علشان يحطوه على النار، لكنه ما بيكونش عارف يمسك السكينة ولا يقطع المشروم لانه عمره ما عمل كده، لكن تيانا بتساعده وبيفضلوا يطبخوا مع بعض. وفجأة بيهجم عليهم اشباح الليل وبيبدأوا يطردوهم وبيكونوا عايزين يخطفوا نافين ويهربوا بيه، وكلهم بيكونوا خايفين منهم وبيهربوا منهم لحد اخيرا ما بيقدروا يمسكوا نافين، واصحابه بيحاولوا انهم يساعدوه لكن للاسف مش بيعرفوا. وفجأة بيلاقوا ان في حد بيساعدهم وبيضرب اشباح الليل وبيبعدهم عنهم، ولما بيشوفوا مين اللي بيعمل كده بيعرفوا انها ماما أودي، وبتقول لهم انا عرفت ان انتوا بتدوروا عليا، وبتاخدهم على المكان السري بتاعها، وهناك بتقول لهم ان عشان اللعنة تتفك لازم نافين يبوس أميرة النهاردة قبل الساعة 12، ولما بيسألوها مين ممكن تكون الأميرة دي بتقترح عليهم تشارلوت، فبتقول لها تيانا بس تشارلوت مش أميرة، فبترد عليها ماما أودي وبتقول لها إن باباها بقى ملك المهرجان وده بيخليها أميرة، وعلى طول بيتحركوا علشان يروحوا على نيو أورلينز ويلحقوا تشارلوت قبل الساعة 12، وبيطلعوا على سفينة رايحة نيو أورلينز. ومن حسن حظهم إن السفينة كان عليها حفلة تنكرية، والناس لما بتشوف لويس بيقولوا إن ده أحسن لبس تنكري شافوه طول الحفلة، لدرجة إنهم افتكروه تمساح بجد. ولما بيلاقوه بيعزف بيقترحوا عليه يجي يعزف معاهم. وبعد شوية بنشوف راي وهو بيتكلم مع نافين وبيسأله لما يرجع أمير تاني هيتجوز تشارلوت ولا لأ، فبيقول له نافين انه مش هيتجوز غير تيانا لانه حبها وما كانش يعرف انه ممكن يتعلق بحد بالشكل ده، وبيعرف راي انه هيروح يقول لها بنفسه ويعترف لها ويطلب منها الجواز، وفعلا بيحضر لها عشاء رومانسي، بس المشكلة انه بيكون متوتر ومش عارف يتكلم ومش بيقول لها حاجة في الاخر. ولما بيسيبها وبيمشي بيجي واحد من اشباح الليل وبيخطفه وبيهرب، ومحدش من اصحابه بيكون عارف هو راح فين. ولما تيانا بتدور عليه بتتفاجئ انه مش موجود، لكن راي بيروح يقول لها على كل حاجة وان نافين عايز يتجوزها وانه بيحبها هي، وتيانا وقتها بتفرح وبتقول ان هي كمان بتحبه ولازم تعترف له بكده. وبعد شوية بيوصلوا على مدينة نيو أورلينز وبتنزل تيانا بسرعة علشان تدور على نافين وتقوله. وفي الوقت ده بيكون الدكتور فاسيلير قدر ياخد نقطة الدم اللي عايزها من نافين بعد ما شبح جابهوله، وبيخلي لورنس يبقى شكل نافين وبيروح علشان يتجوز تشارلوت. ولما بتوصل تيانا وبتشوف اللي بيحصل بتفتكر ان نافين بيضحك عليها وانه هيتجوز تشارلوت لانها غنية، وبتزعل جدا وبتمشي لوحدها. لكن في الوقت ده بيفضل راي ينادي عليها ويقول لها ان في حاجة غلط، وبيقرر يروح يشوف ايه اللي بيحصل من قريب. ولما بيوصل بيلاقي فيه صندوق جنبهم وفي حد بينادي من الصندوق، وبيكون نافين هو اللي محبوس جوه وبيفضل
بيفضل ينادي على حد يساعده، فبيقرر راي يساعده وبيفتح له الصندوق. وأول حاجة بيعملها إنه بيخرج بسرعة وبينط على لورنس علشان ياخد منه السلسلة، وده بيخلي فاسيلير ياخد لورنس جوه بسرعة قبل ما حد يشوفه. لكن في الوقت ده راي بيدخل الأوضة اللي هم فيها وبياخد السلسلة وبيهرب بيها. وفجأة الاحتفالات كلها بتتقلب، ولويس بيقرر يبين لهم إنه تمساح بجد عادي مش لبس تنكري يعني، وبيبدأ يصرخ في وشهم. وبنشوف راي لما بيهرب وأشباح الليل بيجروا وراه، لكنه بيستخدم قدرته على الإضاءة علشان يبعدهم عنه، وبيدي السلسلة لتيانا وبيفهمها كل حاجة. وساعتها بيقرب منها فاسيلير وبيخليها تشوف نفسها وهي صاحبة مطعم وبتحقق حلم باباها، وبيقول لها إن كل ده هيحصل لو اديتيني السلسلة. وهي بتكون خلاص هتستسلم وتديهاله، لكنها بتفوق وبتقوله أنا عارفة إنك بتخدعني، وبتقرر ترميها. وساعتها واحد من الأشباح بياخدها بسرعة وبيديها الفاسيلير، لكن تيانا بتستخدم قدرتها كضفدعة وبتمد لسانها وبتسرق منه السلسلة مرة تانية وبترميها على الأرض تكسرها. وبسبب كده أشباح الليل كلهم بيقرروا يتخلصوا من فاسيلير لأنه أخل بالاتفاق بتاعهم، ودي كانت آخر فرصة ليه، وفعلا بيخلصوا عليه. بعد شوية بنشوف نافين وهو بيتكلم مع تشارلوت وبيقول لها تبوسه قبل الساعة 12 علشان يرجع بشر تاني، لكنها بتكون مش مصدقة وحاسة إن في حاجة غلط، وبتقول له إيه يثبت لي إنك الأمير. فبيقول لها إن أكيد مفيش ضفدع بيتكلم يعني، وده بيخليها تفتكر إن في حاجة سحرية في الموضوع، لكنها في الآخر بتقتنع وبتقرر إنها تبوسه. لكن تيانا بتيجي وبتقول له إنها بتحبه ومستعدة تعيش معاه حتى لو فضلوا ضفادع العمر كله. وفجأة بتبدأ تشارلوت تعيط وبتقول لهم إنها ما شافتش الحب ده في حياتها قبل كده، ومستعدة تعمل أي حاجة علشان الحب ده يستمر. وبتقول لها أنا هبوس نافين علشان يرجع بشر ويعيش معاكي انتي، علشان انتوا تستاهلوا بعض. لكن فجأة الساعة بتعدي 12، ولما بتبوسوا تشارلوت مش بيحصل أي حاجة، وبيفضلوا هما الاتنين ضفادع. لكن تيانا مش بيفرق معاها، وبتقول لنافين إنها هتفضل تحبه في أي شكل هما فيه. وبعد شوية بيروحوا هما الاتنين مع لويس علشان بيعرفوا إن راي اتصاب في الاشتباكات اللي حصلت مع فاسيلير وأشباح الليل، وبيروحوا يشوفوه بسرعة، لكنهم بيعرفوا إنه مات وبيزعلوا عليه جدا، وبيروحوا علشان يودعوه ويرموه في البحيرة. وبعد شوية بيروحوا على ماما أودي علشان يتجوزوا هما الاتنين. وبعد ما بتكمل مراسم الجواز بتاعتهم بتحصل حاجة سحرية، ونافين وتيانا بيتحولوا لبشر. فبتقول لهم ماما أودي ما أنا قلتلكوا لازم نافين يبوس أميرة بجد علشان يرجع بشر واللعنة تتفك. ولما أنا تممت مراسم الجواز بقت تيانا أميرة رسمي، علشان كده اللعنة اتفكت. وكلهم بيكونوا فرحانين إنهم مع بعض واللعنة اتفكت. وكمان بتروح تيانا تفتح المطعم بتاعها وبتسميه نفس الاسم اللي باباها كان نفسه فيه، وبتبقى فرحانة جدا إنها أخيرا حققت حلمها، وبتشاركه مع كل أصحابها وجيرانها. وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة.